في لحظة واحدة ممكن إنسان عاقل وهادي وعنده مبادئ يتحول لشخص همجي، مش لأنه اتغير، لأ، لكنه بقى جزء من جمهور. هو إيه اللي بيحصل جوانا لما بنبقى وسط جمهور؟ ليه بنشجع حاجات ممكن لو لوحدنا نرفضها؟ وليه الصوت الجماعي أحيانا بيكون أعلى من صوت العقل؟ جوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير حاول زي كتير غيره يفهم السر ده. ليه الفرد وسط الجماهير بيفقد جزء من وعيه وبيكتسب عقل جمعي مختلف تماما؟ في الحلقة دي مش هنتكلم بس عن الناس، نتكلم عنك وعني، وعن اللحظة اللي ممكن كل واحد فينا يتحول من أنا لإحنا، ومن تفكير لاندفاع. رحلة جوه عقل الجماهير، رحلة ممكن تخليك تشوف نفسك بشكل عمره ما كان واضح قبل كده. في الأول خلينا نحدد بالظبط إيه هو تعريف الجمهور. هو أي جماعة من الناس نقول عليهم جمهور ونطبق عليهم قوانين السيكولوجية الجماهيرية؟ لأ طبعا. بشكل بسيط كده، لو 200 فرد اتجمعوا في انتخابات، كل واحد أو كل مجموعة منهم عايز مرشح مختلف، لكنهم كلهم في الآخر عايزين ينتخبوا، دول ما ينفعش نقول عليهم جمهور. لكن لو 200 فرد بقى دول كلهم عايزين نفس المرشح، هنا نقول عليهم جمهور. على كلام جوستاف لوبون، الجمهور هم مجموعة من الأشخاص متجمعين علشان حدث معين، كلهم حاسين بنفس الشعور، زي الحب، الخوف، أو حتى الغضب. الشعور ده بقى بيخليهم كلهم يتصرفوا كأنهم فرد واحد بس، وكمان مش في وعيه، لا، ده منوم مغناطيسيا. يعني هو شايف إنك بمجرد ما بتدخل جوه جماعة بتكسب روح تخليك تتصرف بطرق مختلفة. طب إزاي؟ خلينا أديك مثال. واحد صديقي كان بيحكي لي موقف حصل معاه. هو كان ماشي في الشارع، لقى شوية ناس ما يعرفهمش كانوا بيعزفوا وبيغنوا. هما كانوا 2 أو 3 بس، وبقية الناس اللي واقفة كلها اتلمت عليهم واقفين بيسمعوا لهم. قال لي أنا وقفت شوية، بدأت أسمع، بعد كده بدأت أسقف وأغني معاهم. طبعا هتقاطعني دلوقتي وتقول لي طب إيه المشكلة؟ دي حاجة عادية جدا، يعني واحد بيهيص. يا عم طب اسمع بس، سيب الراجل يكمل. فجأة واحنا واقفين عدى شوية ناس زعقوا مع الشباب اللي بيعزف، وما ينفعش كده، والشارع ده مش بتاعكم لوحدكم، والكلام اللي انت عارفه ده. صاحبنا بقى بيقول فجأة لقيت نفسي بزعق للناس دي، انا واللي حواليا، وكلنا منفعلين نفس الانفعال ده. انا حتى شاركت في الخناقة بايدي، وانا اصلا مش ده طبعي. بعد ما روحت سألت نفسي سؤال مهم، انا اصلا مش بتاع خناق وزعيق، انفعلت كده ليه؟ هو ده بقى يا صديقي تأثير الجمهور على الفرد اللي يقصده لوبون. كل اللي واقفين تحولوا لجمهور عايز المزيكا، جمهور غضبان من محاولة حد انه يمشي كلامه عليهم. هتقول لي فراجيلو مزيكة ايه وخناقة ايه؟ هو احنا في مترو لندن؟ بلاش القصة دي. هحكي لك عن تجربة حقيقية اتعملت في برنامج امريكي شهير اسمه كانديد كاميرا سنة 1992. انت اما بتدخل اي اسانسير الطبيعي بتبقى واقف باصص فين؟ هتقول لي ناحية الباب، يعني مش محتاجة تفكير. هقول لك هم بقى عملوا التجربة كلها على الفكرة البسيطة دي. الشخص اللي بيتعمل عليه التجربة ما يعرفش أي حاجة خالص، بيدخل الأسانسير وزيه زي أي إنسان طبيعي بيقوم لافف وباصص ناحية الباب. بس بيلاحظ حاجة غريبة قوي، إن كل الناس اللي راكبين مع الأسانسير باصين الناحية التانية عكس اتجاه الباب. في البداية كل الناس اللي اتعمل عليهم التجربة بيفضلوا على وضعهم باصين ناحية الباب عادي خالص، لكن كل ما الأسانسير يطلع دور جديد وناس جديدة تركب والناس دي تفضل باصة في الاتجاه اللي عكس الباب، الناس اللي بيعملوا بقى التجربة وبيراقبوها بدأوا يحسوا بعلامات ارتباك على الشخص اللي بيتعمل فيه التجربة، لمجرد إحساسه بس إنه مش بينتمي للجمهور، مع إنه هو الطبيعي، هو الصح. مش بس كده، هم لاحظوا ان كل ما الاسانسير يطلع ادوار اكتر واشخاص اكتر تركب وتغير اتجاهها، بقت الاشخاص اللي بيتعمل عليها التجربة تغير اتجاهها وتقف في نفس الاتجاه اللي الناس كلها واقفة فيه، اللي هو عكس اتجاه الباب. وفي نهاية التجربة صديقي لقوا ان اغلب الناس اللي اتعمل فيهم التجربة قبل ما يوصلوا الدور اللي هينزلوا فيه كانوا لفوا وغيروا اتجاههم ووقفوا زي الناس اللي كانت راكبة معاهم الأسانسير. وده كان لمجرد بس إن المجموعة اللي هم واقفين فيها بتعمل كده، حتى لو ده كان عكس الطبيعي اللي هم متعودين عليه. نفهم من الحكاية دي إيه؟ إن الفرد اللي تحت تأثير قوة العدد هيعمل تصرفات لو كان لوحده عمره في حياته ما كان هيعملها. أنا متأكد إن صاحبي ده مش بتاع خناق. طب إيه كمان؟ الجمهور لما حد فيه بيعمل تصرف معين
بينتقل للباقي زيه زي العدوى بالظبط. في واحد هيبدأ الزعيق، فجأة هيبقوا 2، والموضوع يفضل ينتشر وينتشر لغاية ما تلاقي كل اللي واقفين دول بيزعقوا، ودي مجرد خناقة في الشارع. عمرك شفت قبل كده وقفة احتجاجية سلمية بتتحول لصراع دموي وبينتج عنه إصابات وساعات موت كمان؟ كل ده بسبب عدوى الجمهور. لا يا فراجيلو، انا ما اسمحلكش، انا ما حدش يقدر يتحكم لا في تصرفاتي ولا في افعالي ولا في رايي يا عم. انت على راسي والله، بس اسمع اللي جاي وبعد كده احكم. الجمهور ليه صفات اساسيه مشتركه ايا كان مكانه، دولته، ثقافته او حتى جهله. اول صفه هي ان الجمهور متهور وسريع الانفعال. حركه صغيره من جمهور فريق كوره ممكن يخلي جمهور الفريق التاني يبدأوا يشتموا ويزعقوا، كأنك رميت عود كبريت في كومة قش بالظبط. فكرة ان انت لو قاعد تتفرج عليهم من البيت هتلاقي نفسك بتقول لهم على ايه يا جماعة، دي مجرد لعبة يعني عادي، لكن صدقني انت لو معاهم كان زمانك بتشتم وبتزعق زيهم بالظبط. وهنا بقى هنروح للصفة التانية، وهي ان الجمهور ساذج. الجمهور يا صديقي مش بس عواطفه سيئة، لا، عواطفه دي مبالغ فيها جدا. عمرك ما هتلاقي مثلا رد فعل واحد على قرار وزاري يضره وهو قاعد في البيت يساوي نفس رد فعله لو هو قاعد وسمع الخبر ده على القهوة وسط ناس تانية زيه ومتضررين معاه. وانت اكيد فاهمني وحضرت من الكلام ده كتير. وحتى في المناسبات السعيدة، احتفالات الناس طول ما هي في جماعات بيبقى مبالغ فيها، واديك بتشوف الافراح والموالد واي تجمعات من النوع ده، ممكن تقف في لحظه وتسال نفسك هم مالهم، في ايه، بيعملوا كده ليه، وبعدها تلاقي نفسك بترقص وبتهيص معاهم. هتقولي تصدق معاك حق، شوف انت اتسرعت من شويه ازاي، مش مهم يا عم انا مسامحك. الجمهور كمان بطبعه متطرف اخلاقيا في اوقات الثورات، يعني ممكن النهارده تلاقي شخص بيشارك في عمليات التخريب بدون اي مبرر، وهو نفس الشخص تاني يوم بيشارك في اعمال انقاذ بطوليه. الفكره كلها انه كان في كل موقف بينتمي لجمهور مختلف. صديقي الجميل، انت لو لغايه دلوقتي مش قادر تفهم خطر الوعي الجماعي للجمهور، تعال افهمك بمثال صغير. انت عايش في عصر ما ومكان ما، قرية أو مدينة، بس كلها بتتحكم بنظام واحد. في حد بقى قرر في يوم من الأيام إنه عايز كل الناس تبطل تاكل عيش وتاكل المنتج الجديد العشوائي اللي هو عمله. كل اللي هو محتاج يعمله احنا شرحناه في الحلقة هنا، تعال اما اقول لك ازاي. في البداية هو هيلعب على المشاعر، هيقول في أول إعلان إن العيش خطر وإن إحنا بنستهلكه وما كناش واخدين بالنا. هنا هو جمعنا كلنا على شعور واحد وهو الخوف، وبعدها يعرض الحل اللي هو المنتج بتاعه ويفضل يدينا في مميزاته. بس كده خلاص، هو مش محتاج أي حاجة. العدوى هتبدأ تنتشر، بعد كده التطرف هيلعب دوره ان كل الناس تبدأ تهاجم العيش، بل وهيخلقوا وهم ان هم كانوا حاسين بمشكلة والفكرة تنتشر والمنتج بتاعه يبيع ويكسب. وده بس لحد ما شخص تاني يطلع بمنتج جديد وحملة إعلانية جديدة، وهنا الجمهور هيتقسم. بس خلاص بقى بعد ما المنتج اتشهر وباع وحقق كل اللي هو عايزه. تخيل بقى ده لو مش منتج، لو قرار ممكن يتسبب في مشاكل أو كوارث. ايه، حسيت بخطورة الموضوع؟ المعرفة يا صديقي سلاح خطير جدا في ايد الشخص الغلط، ممكن تودينا في داهية كلنا، وأوقات تانية في ايد الناس الصح ممكن تنقذ شعوب ودول. أكبر دليل إن ياما شعوب مشت ورا حاكم غبي في قرارات مش بس أذت غيرها، لا دي تسببت في الأذى نفسها، وده لمجرد ان هو خدعهم بالشعارات الكذابة واستخدام سيكولوجية الجماهير علشان يخدم مصالحه الشخصية. واكبر مثال على كده ابو شعر برتقاني، الناس اللي نزلت انتخابته هم اللي نازلين دلوقتي في مظاهرات عشان مش عايزينه يكمل. الخلاصة يا صديقي انك لازم تكون واعي، اقرأ وافهم وابحث عشان لما تتحط في موقف ليه علاقة بالشغب الجمهوري ما تبقاش زيك زي غيرك وتكسر وتسرق وتهدم وبعدين تندم. وبرضه لو انت وسط جماهير متجمعة علشان هدف او قضية كويسة، تقدر تحدد تصرفاتك وسطهم وما تبقاش فرد من القطيع. وعشان لما ربنا يكرمك كده وتبقى مدير قد الدنيا وتحب توصل قرار او فكرة للموظفين اللي عندك، تبقى عارف الخطوات اللي هتمشي عليها عشان توصل لنتائج اكيدة. ولو يا صديقي من الصعب جدا انك تعمل كل ده، يبقى كفاية انك تفضل تابع الحلقات وانا مش هبخل عليك بحاجة. عايزك بقى تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة، وقول لي في الكومنتات هل اتصرفت تصرفات مش شبهك قبل كده لمجرد انك كنت وسط جماعة؟ كان معاكم محمد فرج، اشوفكم الحلقة الجاية.